السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي أخواتي أعزائي المشاهدين والمتابعين، سبحان الله، إذا أردت أن تسعدوا في هذه الحياة ابدأوا يومكم بصلاة الفجر. سبحان الله، ما أحلى صلاة الفجر، وبعد ذلك صلاة الضحى. سبحان الله، ما أحلاها. وبعد ذلك حاولوا أن تقولوا تاج الذكر 100 مرة على مراحل. سبحان الله، لن تروا الحزن أبدا في حياتكم. سبحان الله، بالتدريج، لو 100 مرة تاج الذكر أول ما تصحوا من النوم، ثم بعد ذلك مثلا أنت رايح أو رايحة على الوظيفة، على العمل، على الطريق، في الميكرو، في الأتوبيس، في السيارة، رددوا مثلا آية الكرسي لو 10 مرات أو حتى 100 مرة. مثلا رددوا الفاتحة 100 مرة، مثلا قل هو الله أحد 10 مرات، 50 مرة، 100 مرة، والمعوذتين. سبحان الله، تروا نهاركم كله سعيد. الدنيا تأتيكم وهي راغمة وهي صاغرة، كيف لا وأنتم تتقربون كثيرا من الله سبحانه وتعالى. إذا علينا دائما وأبدا أن لا نحزن وأن نتوكل على الله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، ونصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ما أحلاه. اليوم ترونه يوما جميلا سعيدا إن شاء الله، كيف لا وأنتم تبدأون مثلا يومكم بصلاة الفجر، وبعد ذلك صلاة الضحى، ومثلا قراءة سورة البقرة أو بالقرآن الكريم، وتقولون مثلا آية الكرسي، الفاتحة، المعوذتين، مثلا قل هو الله أحد. دائما لسانكم لا يقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى أبدا. كيف لا تشعرون بالسعادة وأنتم تقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويحترق العارض أو القرين يخنص في الجسم. سبحان الله، ولا تأتيك أفكار سوداوية أو سلبية. ينتهي هذا. لو كان معك وسواس قهري أخي أختي، لو كان معكم وسواس قهري أو مرض نفسي أو مرض عضوي، سينتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تحزنوا أبدا، هذه الحياة طيبة سعيدة، ولكن مع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما أعطوا الناس طاقة إيجابية، وأبعدوا الطاقة السلبية عنكم. وكل شخص يتكلم بالطاقة السلبية ابتعدوا عنه. سبحان الله، سترون الحياة سعيدة جدا، وتصبح الحياة سهلة جدا. تتحسن أخلاقكم بالتقرب إلى الله. سبحان الله، أشعر بسعادة غامرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن مع المحافظة على صلاة الفجر وقراءة سورة البقرة وتاج الذكر والصلاة على النبي والمعوذتين وآية الكرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.